عليكم رحمة الله. اليوم حنوجدوا واحد الطاجين زوين بزاف اللي هي كتسمى القدرات التوينيه. غنحتاجوا فيها 2 بصلات مشلطين، واحد الفصوص الثوم، هذا اللوز مسلوق ومقشر، كميه ديال الزيت اللي كتسميوها بالروميه، شويه ديال السمن، توابل. عندي هنا ملحه، خرقوم عود، بصل، سكينجبير. عندنا الكميه ديال الدجاج. بسم الله غادي نبداو بهاد الدريصه هذه ديال الثوم. حطينا الثومه، نزيد شويه ديال الزيت على حساب المقادير اللي عندي. غنزيد هاد التوابل، الملحه، سكينجبير، البزار، خرقوم. هادي هاد البصيله نزيد شويه منها اخرى، غنخليها حتى تقرب طيب. غندير غير شويه من هاد البصيله اللي عندي مشلوطه بهذا الشكل معاك. هاد شويه ديال السمن، نزيد واحد 2 جريمه ديال الماء باش نفك داك الحرور اللي عملت. الدجاج ديالي دابا الشكل، غنشعل عليها الطيب تقلى. ما نقطعش الفيديو بتشوف. نقليه الدجاج مزيان، نصبر عليه شويه حتى يتقلى. بعد ما تقلى الدجاج بحال هذا الشكل، غادي نزيدو شويه ديال الماء طايب باش يطيب. غنزيدو هاد اللوز هذا حتى هو كيبغي الطياب. يلا تقلى الدجاج غنزيد اللوز. ملي غادي يجي الطياب غنزيد هاد البصله هذه اللي خليت. صافي دابا غادي نغطي عليه يطيب ساعه هكاك يكون طايب. بعد ما خليناها طابت مزيان قربت دابا جات للطياب، غنزيدها هاد البصله. انا واخا في الكوكوط ما كنزيدش عليها الكوكوط، كنطيبها هكاك باش هي كيقولوا لها القدره، كطيب غير بالقدره. نزيد هاد البصيله اللي خلينا هكذا صافي، وغادي نخليها تزيد تكمل الطياب. نخليها هكذا تزيد طيب.
ما نسد عليها ما والو، غتشوفوها بالكوكوطر انا ما نسدش عليها. الموجد كيجي بهذا الشكل، شهيوه رائعه شاركناها معاكم، نتمنى تعجبكم وشاركنا معاكم غدانا بالسلام. مهم شهيوه ديال الصيف. ايوا المهم الا عجبتكم اللايك المشاركه، خليو لنا اللايك. جزاكم بخير، السلام عليكم. لفيديو اخرى ان شاء الله. شكرا لكم بزاف كاملين، السلام عليكم. الموجد كيجي بهذا الشكل، شهيوه رائعه شاركناها معاكم، نتمنى تعجبكم وشاركنا معاكم غدانا بالسلام. مهم شهيوه ديال الصيف. ايوا المهم الا عجبتكم اللايك المشاركه، خليو لنا اللايك. جزاكم بخير، السلام عليكم. لفيديو اخرى ان شاء الله. شكرا لكم بزاف كاملين، السلام عليكم.